هنعمل غدوة او عشوة سهلة وبسيطة واقتصادية جدا، وطعمها بقى ايه مش عايزة اقول لكم ولا احلى ولا اجمل من كده. يلا بينا بقى، بس قبل ما نبدأ ما تنسيش تحطي اللايك. يلا نبدأ بسم الله. اول حاجة معايا بتنجانتين رومي زي ما هما كده، هغسلهم كويس جدا وهروح حطاهم في مية مغلية. لازم المية تكون مغلية، ما ينفعش تحطي الميه تكون ساقعه وتحطي البتنجان وتبداي تسلقي البتنجان. هسيب البتنجان بتاعي بقى يستوي براحته، بس مش عايزاه يستوي قوي، 3/4 سوا. هغطي واسيبه حوالي من 10 ل 15 دقيقة. تعالوا بقى نجهز لباقي الوصفة عقبال ما البتنجان يستوي. بصلتين وسط واربع طماطمات وفلفلتين رومي وفلفل حار لو انت حابه سبايسي. هقطع البصل بتاعي زي ما انتوا شايفين كده طرنشات، والطرنشات تكون رفيعة شوية. نقطع بقى بقية الخضار بتاعنا. الفلفل الرومي معايا حبتين من الفلفل الرومي البارد، هقطعهم مكعبات، بس المكعبات تبقى كبيرة شوية كده. تمام، قطعناه. وبعد كده هقطع الطماطم برضو مكعبات، لا كبيرة ولا صغيرة. خضار سهل وموجود عندنا في كل بيت، البصل والطماطم والفلفل. كده بقى انا سلقت البتنجان بتاعي زي ما انتوا شايفين. البتنجان لما بيتسلق الجلد بتاعه بيكش كده ويكرمش. هبدأ بقى اقشر البتنجان بتاعي زي ما انتوا شايفين بقى، بيتقشر بمنتهى السهولة. القشرة هتطلع معاكي هوا، سواء بالسكينة او بايديكي. بصوا مفيش اسهل من كده، متاخدش مجهود خالص. هتلاقيها طالعه معاكي كده ايه لو بتعمليها بالسكينه في منتهى السهوله. زي ما انتوا شايفين بقى البتنجان مستوي من جوه ازاي. اللحم بتاعه ابيض وزي الفل، ما خدش معانا وقت في السلق خالص. اتسلق معايا في 10 دقايق بالظبط. مش عايزينه يبقى مهري، 3/4 سوا زي ما انتوا شايفين كده. اقشر البتنجانية التانية بايدي بقى، انا وريتكم بالسكينة وبايدي اهو، سهلة والقشرة بتطلع بمنتهى السهولة. كده جهزنا بقى البتنجانتين بتوعنا، هقطعهم كده بالسكينة. ولو حابة بقى تهرسيهم بالشوكة مفيش مشكلة، بس انا حبيت ان ايه وانتي بتاكلي كده تحسي بطعم البتنجان معانا، ما يبقاش مهري قوي كده بالشوكة. طاسة على النار هنزل فيها بمعلقة واحدة بس من الزيت، معلقة واحدة بس. لا استهلكنا بقى زيت ولا بنقول الزيت غالي ولا ازازة الزيت بالشيء الفلاني وهتخلص في قلية البتنجان والبطاطس، لا هي معلقة واحدة. نزلت بيها وهنزل بالبصل اللي احنا كنا مقطعينه طرنشات وتقلبتين كده. انا مش عايزة البصل يتحمر معايا ولا يصفر، انا عايزة بس البصلتين بتوعي يتبلوا مش اكتر من كده. هنزل بقى ب3 فصوص من الثوم المهروسين. هنزل بقى كمان بالفلفل الرومي، برضو مش عايزة الفلفل بتاعي يدبل، انا عايزاه بس ياخد ايه تشويحة كده شوية مع البصل والثوم. هنزل بقى بعد كده بالطماطم وهأديها كده تقلبتين. دول كانوا 4 حبات من الطماطم، حابة تقللي الطماطم قلليها طبعا براحتك وعلى حسب رغبتك. هنزل بقى بمعلقة من الصلصة تكون كبيرة شوية واقلب تقلبتين. وبعد كده بقى اسيب الخضار بتاعي يستوي براحته. انا مش عايزه الخضار بتاعي برضو يستوي قوي، يعني ما تحاوليش تهريه. عايزين واحنا بناكل كده نحس بطعم الفلفل، نحس بطعم الطماطم، بطعم البصل. فما تهريش الخضار قوي كده. التسوية بتاعته مظبوطة، يعني 10 دقايق بالكتير. هتبله بقى بتوابل بسيطة جدا، ملح، فلفل، معلقة من الكمون، معلقة من الكزبرة الناشفة، بس كده. وهنزل بمعلقة صغيرة جدا من الخل. هنزل بقى بالبتنجان بتاعي واقلب بقى تقلبتين حلوين. اظن بقى بصوا اكلة في منتهى الجمال عملناها ولا خدت معانا اي وقت خالص. في اكلات كتيرة جدا احلى من اللحوم، زي الاكلة بتاعتنا النهاردة دي. قولي بقى مسقعة، قولي خضار، كله شغال. المهم انها اكلة اقتصادية وموفرة وطعمها يجنن بجد. البتنجان بقى خد دقيقتين على النار مع الخضار لحد كده ما اخدوا من طعم بعض، وكده تمام بقت جاهزة على التقديم. اكلة سهلة ما خدتش معانا وقت خالص. حبيت اشارككم بقى، جبت رغيف عيش بلدي
وبدأت بقى اغمز وادوق، ما كنتش بصراحة قادرة اقاوم. جربوها هتعجبكم جدا، وما تنسوش تدعوا لاختكم بيبو دعوة حلوة من قلبكم. وشكرا على كل الكومنتات الحلوة. وما تنسيش بقى لو لسه ما حطيتيش لايك حطي لايك، واستنوني في وصفة جديدة